اهلا بيكم. قبل ما نبدا ما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم وتصلي على النبي، ويلا بينا نبدا حكايتنا. بتبدا احداث فيلمنا النهارده مع قناص وهاكر محترف اسمه جون، واللي كان بيتكلم مع بطلنا بين اللي كان واقف في نص الشارع، ومن الكلام بينهم بنعرف ان هم تبع الحكومه الامريكيه وجايين هنا في مهمه لاخذ معلومات من جاسوس شغال تبعهم في روسيا، والمفروض انه هيسلمهم المعلومات النهارده. فوقتها بيظهر واحد لابس بالطو ونضاره وبيكون هو ده الجاسوس، ولكن فجاه بيظهر واحد مع رجالته وبيكون اسمه فاكس، وده بقى عميل روسي وجاي يقبض على الجاسوس ده ويبوظ مهمة بان، ولكنه للأسف بيفشل، وده بسبب ان هم كانوا بيسلموا ظرف المعلومات من شخص لشخص، وده عمل دربكة لفاكس ورجالته اللي ما كانوش عارفين يجروا ورا مين ولا مين. وفي الاخر بتنجح مهمة بان. يسكت بقى على كده؟ ابدا، ده بينده على فيكس عدوه وبيشمت فيه كمان، ولكنه اتفاجئ لما قال له بلاش كلام كتير معاه وانه لازم يمشي علشان مراته اللي مستنياه. وبنعرف ان فيكس كان مهكر تليفون بين اصلا، وعلشان كده عرف بمهمة النهارده. ولما بيجي الليل بيوصل بين لمراته المطعم واللي بيكون اسمها فرح، وبياخدها علشان يسهروا في مكان تاني، ولكنها قالت له انها هتسلم على صاحب ليها على بال ما يوقف التاكسي. ولكن فجأة حصل انفجار دربك المكان كله على اللي فيه، وبيقوم بين وهو مصدوم وبينده على فرح بكل حزن واسى. وبعد كام يوم بيظهر بين في الماركت وهو تايه وسرحان، وبنعرف ان للاسف فرح ماتت في الانفجار، وفي جراج العربية كان بيفكر فيها في يوم الانفجار. فوقتها الامن فكر انه تعبان، ولكن بن عرفه انه تمام وبخير، وبيرجع بن للبيت وبيحاول يتصل بابنه نيك اللي عايش في باريس، وبنعرف ان العلاقة بينهم بتكون مش احسن حاجة كده. وهنا بيظهر نيك اللي بيكون مع حبيبته فيرونيكا اللي عرفته ان باباه ساب له رسالة، ولكنه ما اهتمش ابدا. وفي يوم جديد بنشوف بن وهو في المقابر بيزور مراته، وبعدها بيروح الوكالة وكان بيتم استجوابه، وده لانهم عرفوا ان مراته فرح كانت عميلة مزدوجة، يعني شغالة مع امريكا وروسيا. وطبعا الكلام ده ما عجبش بن، اللي اتضايق منهم وزعق لهم وعرفهم ان مراته استحالة تعمل كده، ولكنهم ما صدقوش كلامه وطلبوا ان يتم استجوابه على جهاز كشف الكذب. فهو بيوافق وبياخد نفسه وبيمشي، وفي الطريق بيقابل نائب الرئيس اللي قال له ما تقلقش من اي حاجة، وبيعرفه كمان انه مصدقه ومعاه في كل حاجة. وبيرجع بن للبيت وكان بيراجع كل المعلومات والصور الخاصة بالحادثة، وده على امل يعني انه يلاقي اي دليل، وده لانه كان شاكك ان الانفجار ده كان مدبر لقتل مراته. وتاني يوم بياخد نفسه كده وبيروح على الوكالة الامريكية اللي شغال فيها، بس بيكون في واحد مراقبه من فوق واسمه جاك، وبيكتشف بن ان بطاقة الدخول الخاصة بيه ما بقتش شغالة. فبيجي جاك وبيعمل نفسه عارف بن، وبيقول له ان الوكالة منعته من الدخول لحين استكمال التحقيق، وبيقول له انه يمشي معاه بكل هدوء وهو هيدخله للمكان. وبالفعل بيسمع بن كلامه وبيمشي معاه، وفي الطريق جاك بيواسي بن على موت مراته، وبيعرفه انها كانت من اكفأ العملاء في الوكالة، وبيعرفه كمان ان نائب الرئيس وقف كل صلاحيات الوصول الخاصة بيه لحد ما التحقيق يخلص. وبياخد بن وبيدخله على مكتبه، وقال له كمان انه هيساعده وهيكون معاه. وبنعرف ان جاك ده مخترق وهاكر قد الدنيا، وبيقدر انه يجيب له كل العملاء اللي كانوا اعداء لفرح واللي كانوا كمان شغالين معاها، وبيقدروا ان هم يلاقوا عميل كان في مكان الانفجار وبيكون اسمه كارون. والغريبة يعني انه كان من ضمن فريق فرح وكانت بتثق فيه جدا، وعلشان كده بن قال لجاك استحالة يكون ليه علاقة بالانفجار. فوقتها جاك سأله لو كان الروس ليهم دخل باللي حصل، وكان يقصد يعني بكده فيكس، ولكن بن قال له انه ما يعرفش. وبيرجع لبيته وبيفضل يدور في معلومات وصور الانفجار لحد ما ابنه نيك بيتصل بيه، وبيقول له ان اتعرف على بنت جميلة اسمها فيرونيكا، وانه كمان سافر لكرواتيا. وفي الاخر الاتنين بيتفقوا انهم يتقابلوا في باريس، وبعد كده المكالمة بتفصل بسبب سوء الشبكة في كرواتيا. ومن هنا بن بيرجع بذاكرته لورا لما كان مع فرح مراته في كرواتيا، وافتكر انها ادت له سلسلة على شكل مفتاح، وقالت له انها ورثتها ابا عن جد، وقالت له كمان انه يحط السلسلة في رقبته وما يقلعهاش خالص. وبالفعل بن بيعمل كده، وفي الحال بيسافر بن على هناك على امل يعني انه يلاقي اي دليل يخص موت فرح. بس وهو راكب التاكسي بيلاحظ ان في موتوسيكل بيراقبه، وفي الاخر بيسبقهم، فبن مش بيهتم بيه. واول ما بيوصل بيتصل بجون القناص صاحبه، والاتنين بيتقابلوا في مطعم مشهور اسمه جوندل، وبيتكلموا على نيك اللي كبر، وان جون كمان ما شافوش من سنين كتيرة ايام ما كان لسه طفل. وبيعرفوا بن ان هو ابنه هيتقابلوا في باريس علشان يعرفوا على حبيبته. المهم بن بيقول لجون ان محتاج لمساعدته، وده لانه شاكك في حادثة الانفجار وان المقصود بيها كان موت مراته. فجون قال له خلصانه يا معلم، وبيعرفوا انه هيعمل شوية اتصالات خاصة بيه وهيقابله في باريس. وبعد كده بنشوف بن اللي اخد نفسه وراح لمعرض،
وهناك طلب مقابلة بنت اسمها هيتش، وبالفعل بيقابلها، ودي بتكون من اصحاب فرح المقربين. فبيعرفها بين انه محتاج لاي معلومة ترشده على اللي قتل مراته، ووقتها بتعرفه انها لقت دبلة فرح، وانها كمان اكتشفت وجود جهاز تتبع فيها من فيكس الروسي، وانه اكيد هو اللي ورا قتلها ده. وبعد كده بتديله فلوس كتيرة كانت خاصة بفرح، وقالت له ان فيكس تم فصله رسميا من الوكالة الروسية، وعرفته انه بيلعب قمار، وقالت له كمان على مكانه، وعلى طول بياخد نفسه وبيكون في الطريق لصالة القمار. ولكن بيجيله اتصال من جاك وبيعرفه ان اللي عمل الانفجار ده شخص ذكي جدا، وعارف كمان هو بيعمل ايه كويس قوي، وعلشان كده لازم ياخد باله من نفسه لان الدور هيبقى عليه. وبيدخل بين لصالة القمار وبيقابل فيكس اللي استغرب هو ازاي دخل المكان، فبيعرفه بين ان الفلوس بتمشي اي حاجة، وبيقعد بين وبيخرج فلوس كتيرة وبيقامر بيها. وهنا بين بيتهم فيكس بان هو اللي قتل مراته وكان السبب كمان في الانفجار. وطبعا فيكس انكر كل ده وامر رجالته كمان ان هم يرموا بين بره، ولكن بين هاجم عليهم بكل قوته ونزل فيهم ضرب واحد ورا التاني. وفي الاول كان نينجا في القتال ومسيطر واخد اسلحتهم كمان ورماها على الارض، ولكن في الاخر بياخد ضرب على دماغه فبيقع مغمى عليه. وبتلف بينا الكاميرا على نيك وحبيبته اللي بتعرفه انها رايحه تعمل شوبينج وساعه واحده وهترجع له تاني. واول ما بتمشي بيظهر مجموعه من الشباب شكلهم غريب، وبيعرفوا نيك ان هم من الوكاله الامريكيه وجايين ياخدوه لحمايته من الناس اللي عايزه تقتل بين ابوه. في الاول نيك بيعترض ولكنه بيمشي معاهم بكل هدوء علشان ما يستخدموش معاه العنف. وبنرجع من تاني البن اللي بنشوفه هو فايق كده، وكان فيجاس مثبته في الكرسي بالشكل ده، وكان بيلومه لانه بيتهمه بحاجه هو ما عملهاش، وبيقول له كمان على الرغم من العداوه اللي بينهم الا انه استحاله يفكر انه يأذي مراته او ابنه. فوقتها بيساله بين امال مين اللي عمل كده وقتل مراتي في الانفجار، فقال له فيكس ان ساعات اقرب صاحب ليك هو اللي بيخونك. وكان لسه ما كملش كلامه وهوب الرصاص بينزل عليهم من كل مكان، وفيكس قال لبين سيبك مني واهرب انت بسرعه. والرجاله دي كان عددهم كبير جدا وكانوا بيضربوا النار في كل مكان لقتل بين واصابته، ولكنه كان بيعافر وبيحاول انه يهرب منهم بسرعه. وهنا بيوصل العميل كارون صاحب فرح وبيطلع هو اللي خانها. اما بين بقى فوصل لعربيته واتصل بسرعه بصاحبه جون القناص علشان ينقذه، وحاول انه يهرب بالعربيه لبره. ومع انه نجح في كده الا ان العربيه اتقلبت بيه، بس بسرعه البرق بيخرج منها. ووقتها عصابه كارون بتوصل له وبتضربه بالنار، وهنا بيكون جون وصل له بعربيته. والغريبه ان ضرب النار بيقف، فبيركب بين مع جون وبيكون مستغرب هو ازاي وصل له بالسرعه دي. فجون رد عليه بانه كان بيراقب فيجاس وعلشان كده كان قريب منه، وبيقول له كمان انه محظوظ لانه لسه عايش، وده لان فريق كارون معروف انه استحاله يفشل في مهمه ابدا. وفي الوقت ده جون بيسال بين وبيقول له ان فرح كان معاها حاجه غاليه قوي مهمه، فبيساله لو كانت ادت له الحاجه دي، ولكن بين كان مستغرب من سؤاله وقال له انها ما ادتلوش اي حاجه. وبتلف بينا الكاميرا تاني على ناك اللي كان بيسال العميل هم رايحين على فين، ولكن العميل بيطمنه بيعرفه انه في امان وما يقلقش خالص. اما جون فبياخد بين لمكان امن ليه، فبين بيقول له انه لازم يكلم ناك، فبيعرفه انه بعت فريق خاص بيه لحمايته وما يقلقش عليه برضه. وفي الوقت ده بيوصل نيك مع الفريق لمكان مهجور، ولما بيشوف نيك كده بيقلق جدا وبيهجم عليهم، ولكن تم تثبيته بالسلاح والسيطره عليه. اما بين وجون فكانوا في سفينه في عرض البحر، وبيرجع جون وبيسال بين لو فرح سابت معاه حاجه او سابت مع نيك حاجه، فبين قال له لا وانه جاوبه قبل كده وانها فعلا ما ادتلوش اي حاجه. فبياخدوا جون لاوضه سريه في السفينه، وهنا كانت المفاجاه لما لقى كارون ورجالته، وبكده جون بيكون هو الخاين وان كارون ورجالته شغالين لحسابه اصلا. وطبعا بيثبتوا بين في الكرسي، وجون من بجاحته قال له انت ليه بتكذب عليا؟ ما تخلص يا عم وتقول مراتك سابت ايه ليك علشان نفضنا من الليله دي. ولكن بين كان مصر على موقفه وانه ما يعرفش حاجه، وبيوصف كمان جون بالخاين وبيقول له ان الاحسن ليه انه يقتله، وده لانه لو فضل عايش هينتقم منه لخيانته ليه وقتل مراته. ولكن جون مش بيهمه كلامه وبيجيب ابر التعذيب وبيغرسها في ايد بين بمنتهى العنف والوحشيه. وكان بين بيحاول يقاوم الالم، ولكن على الرغم من تعذيب جون ليه الا انه كان ثابت على موقفه. وهنا بنشوف شخص في مركب صغيره بيقرب من السفينه، وبنرجع لبين من تاني واللي كان خلاص على اخره بسبب غرس الابر الكتيره فيه وخيانه كمان صاحب عمره. ولما جون زهق منه قال له لو انت استحملت الالم فابنك مش هيستحمل، وبيجيب كارون وبيكمل تعذيب فيه وبياخد بقى نفسه وبيروح لناك. فوقتها بين قال لهم لو حد مس شعرايه منه فهو مش هيسيبه وهيقتله. وبيكمل بين كلامه مع كارون وبيقول له ان فرح كانت بتثق فيه
جدا جدا وانه ازاي خانها بالشكل ده، ولكن كارون دخله في حوارات كده ملهاش اي نهايه، وكان بيجهز ادوات التعذيب وكان بيستهزأ برجاله الوكاله الامريكيه. ولسه كارون كان هيبدا في تعذيبه، هوب السقف بيقع عليه وبينزل شخص مقنع وبيقدر انه ينقذ بين في الوقت المناسب. ولما بيقلع القناع بنكتشف انها بنت وبنعرف انها صاحبه فرح المقربه، وبسرعه فكت قيود بين وقالت له انه لازم يركز معاها كويس قوي، وبتعرفوا ان فوق في السفينه في رجاله محترفه ومعاها اسلحه فتاكه، وبتاخده معاها وبترمي على الرجاله قنبله وبتضرب عليهم نار وبتقدر انها تخلص عليهم واحد ورا التاني. ولكن للاسف كارون بيظهر فجاه وبيقدر كده انه يسيطر عليها وبيرميها في المركب الصغيره، وبيدخل في قتال حاد مع بان اللي كان بيصد كل ضرباته وقدر يدافع عن نفسه كويس قوي، لحد ما كارون مسك سكينه وهجم على بان اللي عمل نفسه بروسلي وبقى بحركات جامده منه كده بيصد ضربات كارون ليه. وبعد قتال عنيف دام لفتره طويله بين الطرفين بيقدر بين انه يسيطر على كارون اللي كان خلاص هيقتله وبيرميه كمان في البحر، وبياخد البنت صاحبه فرح اللي اسمها انيتا وبيهربوا كمان في المركب الصغيره، ولكنه بيقول لها انا ايه ضمني انك مش خاينه. فانيتا ضحكت على غباء وقالت له لو انا خاينه هنقذك من الموت ليه. ومن الكلام بينهم بيعرف ان هي اللي كانت راكبه الموتوسيكل وبتراقبه وهو في التاكسي، ولما بيركبوا العربيه بتعرفوا ان مراته كانت مديالها اوامر معينه وكمان عنوان معين، وبعد كده بتساله عن سلسله كانت فرح ادتها له وبتكون في رقبته اصلا، والاتنين بيطلعوا على العنوان اللي فرح سابته مع انيتا. وبتلف بينا الكاميرا على ناك اللي كان بيتكلم مع العميل اللي ربطه بالشكل ده، وكان بيقول له ملوش لازمه اللي هو بيعمله ده وانه يسيبه يمشي وخلاص. وبعد كده بنرجع لانيتا تاني اللي كانت في العربيه وبتقول لبين ان فرح كانت فعلا عميله مزدوجه وانها كانت بتحميه على طول، وبتعرفه انها وقعت على معلومات خطيره جدا وده السبب الرئيسي في قتلها، وده لانها كانت هتكشف جاسوس خطير شغال تبع العدو. وبتنتقل بينا الاحداث لكارون اللي طلع لسه عايش وبيوصل لنيك وبيقول له تصدق انك شبه امك بالظبط، وبيساله كارون لو فرح سابت معاه حاجه، فنيك قال له انها ما سابتش اي حاجه وانه مش فاهم اصلا هو بيتكلم على ايه بالظبط. والغريبه ان كارون بيصدقه لانه عارف انه مش بتاع حوارات. وبنرجع تاني لبين وانيتا اللي وصلوا للعنوان اللي تبع فرح، وهناك بيلاقوا ابواب كبيره عباره عن خزن سريه، وبيخرج بين السلسله اللي كانت مفتاح لاوضه منهم، وبالفعل الباب بيتفتح وبيلاقوا في الاوضه كل حاجه خاصه بفرح، وانيتا بتجيب اللابتوب بتاعها، ولما بيفتحوا بين بيتفاجئ ان نائب الرئيس هو الجاسوس اللي في الوكاله، وكمان بيتفاجئ لما بيشوف فيديو الفرح مع فيكس، وده لانها كانت عميله مزدوجه بين البلدين، وبيزعل جدا لانها خبت عليه. وفي الاخر بيتصل بجون وبيقول له اللي انت عايزه معايا، المهم دلوقتي بقى ان نيك ابني يكون بخير. وبياخد بين اللابتوب وبيخرج من الاوضه، وانيتا بتساله هتعمل ايه، فبيعرفها انه هيسلم الشنطه وهيعملوا كمان خطه علشان ينقذوا بيها ابنه. وبيتصل بين بجاك وبيقول له هبعت لك شويه ملفات ومعلومات خطيره وهقول لك كمان تعمل بيها ايه بالظبط. وبيوصل بين وانيتا للمكان اللي هيقابلوا فيه جون، وبتاخد انيتا السلاح بتاعها وبتروح وبتامن المكان لبان اللي راح قابل جون وفهمه انه جاي لوحده، وبيسلم بين الشنطه اللي فيها المعلومات وبياخد نيك ابنه. فوقتها جون بيدي امر بقتل بان، ولكن انيتا بنتنا قدرت انها تنقذه وتقتل المجرم. وبيجري بين على العربيه وكان وراه جون وكارون اللي كان بيضرب عليهم نار، فعلى طول بين قال لابنه ياخد السلاح ويضرب عليهم، وبالفعل نيك بيعمل كده. وبعد مطارده بين الطرفين دامت لوقت طويل قادر بين انه يهزمهم. اما جون بقى فبينط بسرعه من العربيه اللي اتقلبت بكارون، وبيرجع بين ليه وكان كارون بيقول لهم انه لو ما قدرش على قتلهم فكفايه قوي انه قتل فرح. فوقتها نيك بيتضايق وبيقتله بالسلاح، وبكده يكون جاب حق امه. اما بين بقى فراح يدور على جون اللي ظهر له وكان لسه عايش، وبيدخلوا الاتنين في قتال قوي جدا مع بعض. وفي القتال كان بين هو اللي بيسيطر شويه وجون هو اللي كان بيسيطر شويه تانيين، ولكن في الاخر بيقدر بين انه يتغلب عليه وبيجيبه الارض. ولما بيجي الليل بيوصل العميل اللي كان محتجز ناك، وهنا بين قال له ان جون طلع خاين وانه هيسلمه بنفسه للعداله، والعميل بيوافق بكل سهوله وبيعمل اللي اتقال له. اما انيتا فودعت بين والاتنين اتفقوا ان هم يفضلوا على اتصال مع بعض. اما جاك فبيتصل ببين وبيقول له انه عمل اللي قال له عليه وهنعرف هو ايه دلوقتي. وفي يوم جديد بيظهر نائب الرئيس وهو في اجتماع مع كبار المسؤولين اللي فجأة جالهم رسالة في نفس الوقت، وكان ده بقى ملف فرح اللي بتثبت فيه خيانة النائب للوكالة وانه جاسوس. وهنا بيوصل فيكس برجالته وبنعرف انه رجع للخدمة من تاني وانه لسه عايش، وتم القبض على النائب
اللي بينكر انه خاين اصلا. وفي نهاية الفيلم بيتقابل بين مع ابنه وحبيبته فيرونيكا في باريس زي ما كانوا متفقين، وبعد كده بتتحسن علاقة بين بابنه، وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا. ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوف بقى وشكوا على خير. سلام.